ازيكم يا رجاله في فيديو جديد. النهارده ده هيكون اول فيديو في السنه الجديده، فانت لو بتتابعني من السنه اللي فاتت او تعرفني من قبلها فكده نكون كملنا مع بعض سنه جديده، وبرضه لو لسه عارفني فما تخافش، هدلعك وادلع طيازك. وصراحه انا مبسوط بوجودكم معايا يا رجاله في السنه دي، وان شاء الله نكون مكملين مع بعض لحد ما انا اموت او انتوا تموتوا. وبس كده، دول كانوا شويه كلام كنت عايز اقولهم، وكل اسبوع زي الاسبوع ده هتلاقي فيديو، وابقى ادخل بص على القناه يمكن تلاقي حاجه تعجبك. المهم عشان ما اطولش عليك يلا ندخل في الموضوع. النهارده هاخدك نتكلم عن التعليم واكون دليلك في الرحله دي، لانه من الحاجات المخصيه في حياتنا كلنا، فواجب عليا ان اديله حقه. والقصه كلها بتبدا ان شخص ما بيتولد في احد محافظات مصر، ومن هنا هتبدأ قصة المعاناة والذل، لأنه مصري، وأول ما يبدأ يكبر ويفتح عينيه على الدنيا يبدأ يستوعب إن كل هدفه في الحياة في المرحلة الابتدائية إنه يروح درس الرياضة، ومن درس الرياضة لدرس العربي، ونبدأ نحط له أساسيات في دماغه إنه عرس ملوش أي قيمة، وإنه بياكل وبيشرب عشان يذاكر، وإن الحب اللي متقدم له حب مشروط، وإن قيمتك في درجاتك. فيبدأ يستوعب الموضوع، أو يكون في الأرجح عيل علق متخاذل ومش هيدي الموضوع أي قيمة أو أي أهمية، ويبدأ يكبر ونعيش معاه بعض اللحظات الجميلة من تنمر وسخرية وازدراء ليه، من أول المدرسين لحد طلاب، بسبب شخصيته أو بسبب درجاته، لأن زي ما قلنا قيمتك في درجاتك. فيطلع لينا مسخ أو شخص معقد زي دكاترة الكلية اللي مراته بتقول له انت ما بتعرفش، فيجي يثبت لها فينا، وتبدأ تتبني فكرة ان التعليم هو المستقبل وهو حبل النجاة. الكلام ده طبعا في نظر المجتمع اللي حاشر الافكار دي بين فلقتين دماغك، ودايما هيقولوا لك انت يا ابني لازم تطلع مهندس او دكتور. هنخيب ولا ايه؟ الاهل فاكرين التعليم استثمار او قسط شهري بيدفعوا عشان في الاخر ياخد الجايزه، وهي ان ابنه يطلع دكتور او مهندس ويجيب له فلوس كتير، ويروح بايع اللي وراه واللي قدامه عشان يدخله مدرسه ناشونال ولا كليه خاصه طب اسنان. وغرض التعليم في دول العالم الثالث مش العلم نور بقى ونور فلقتين دماغك، لا، هدفه مادي بحت. الناس فاكراه الحبل المنقذ من الفقر، وممكن يكون فعلا كده وممكن لا، وللاسف الغرض الاساسي منه اتنسى. وعموما هقول لك حاجه ما اظنكش تشعر بالدهشه منها او من شيء زي دوت، لاننا كلنا عارفين انك مجرد حساله وقيمتك بفلوسك. فنصيحه جمع فلوس على قد ما تقدر وانسى كسوم الحياه لحد ما تخرج براها، ده لو عرفت. المهم الشخص اللي اتكلمنا عنه اللي اتولد وجرب احد خدمات المجتمع وهي التعليم، وجاب مجموع، وطبعا انا بحب اتخيل السيناريو الاسوأ، فهو جاب مجموع ابن يدخله كليه نص الشعب المصري دخلها وملهاش مستقبل. وده في وجهه نظر المجتمع برضه اللي بيحدد مين الفاشل ومين الناجح على حسب درجاتك، لان زي ما قلت قيمتك في مصر بتحدد برقم، انت مجرد رقم يا رقم. واظن كده قصته انتهت. تعال بقى نبص ليك انت ونتكلم عن الكليات اللي قدامك. وللأسف انت قدامك خيارات محدودة، يا مهندس يا دكتور. ما جبتش هندسة ابوك يروح راشقك في معهد يطلعك مهندس ولا كلية خاصة. والخيار التاني كلية طب بشري، ولو ما عرفتش تدخل طب بشري تروح مرشوق في طب اسنان او بيطري، ولا تروح رايح روسيا بمجموع 50%. المهم اسمك دكتور او مهندس، اهم حاجة الاسم، ما تبقاش اقل من حد. ابوك دافع ومكلف وبيستثمر فيك، فاكرك عبد من سوق النخاسة مش انسان. واعدها تاني وافتكر دايما ان قيمتك في رقمك يا رقم. وبعد ما تدخل الكلية وتتخزق فيها وتعيش قمر أيام حياتك وتتخرج وتبدأ رحلتك الجميلة في الواقع المرير، وأبسط حاجة فيه إنك مصري أو عايش في عالم ثالث مع مجتمع مخصي. المهم يا ابني هي نصيحة، اقتل نفسك أو سافر وإياك تخلف، مش عايزين نسلك يتكاثر، الواحد مستحملك بالعافية. وهل أنت شايف فايدة من كل ده؟ أظن لا. ولو أنت شايف ربنا يهديك مش هشتمك عشان أنا خلاص مش هشتم تاني غير حاجات بسيطة زي إنك بضان. المهم أشوفك الأسبوع الجاي وهتكون قصة واتمنى تعجبك، وبس كده، سلام.